السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله أنكم بخير. اليوم جاي بكم درس جديد، هو كيفية عمل إطار جوال يظهر بالفيديو أثناء التشغيل، مثل هذه العينة اللي راح تشوفوها هلا. تابع معي الشرح. نفوت على برنامج الكينماستر. هذا الكينماستر مهكر، راح أترك لكم رابطه أسفل الفيديو. حط مشروع فارغ. نحط مستعرض الوثائق. نحط الخلفية اللي بدنا إياها. رح اترك لكم هاي الخلفية اسفل الفيديو، رابطها. بنطول الخلفية شوي. مثلا هيك بدنا اياها. نحط على اشارة هون يعني. هاي نكبس عليها، نحط يساوي، نحط صح. هاي خلصنا من اول خطوة. الخطوة الثانية نحط على الطبقة، نحط على اعلان، ونحط الصورة تبعت التليفون. رح اترك لكم كمان رابط الصورة اسفل الفيديو. مثلا رح نختار صورة الايفون، حط صح. بنطول التليفون على قد الخلفية. نكبر التليفون على قد ما بدنا. نصغر قد ما بدنا. نحط صح. نحط طبقة كمان. ننزل لتحت. بدي أخبركن أول شي قصة قبل ما تبلشوا بالشغل على الفيديو. يلي عنده جوال سوني وعنده برنامج تصوير أساسا بالجوال، ما بيزبط تشتغل فيه. هلا بخليه هلا يعني بقول لك شو هو البرنامج اللي لازم تحمله منشان ينجح معك هذا الفيديو. بنفوت على المقطع فيديو مصورونه. بنحط هذا الفيديو، نحطه هون، نكبره، نصغره على قد الجهاز عشان ما يطلع فيه عيوب. بنحط على إشارة هون 3 نقط، بنحط إرسال إلى خلف، نصغرها. ثواني شوي. حط صح. تابع معي شلون صار. تابعته. هاي كأنك صار انه شلون اطار ايفون. للحفظ بنحط هون هذا السهم اللي فوق، او اذا بدك بتحط مشاركة. نكبس على الفيديو نحط مشاركة. حفظ في المعرض. الدقة حطها دقة عالية، هاي 720. هاي يعني تكبس عليها وبيتحمل بصير عندك بالتليفون. وأفضل برنامج لصنع هذا الإطار أو هذا التصوير هو هذا البرنامج. راح أترك لكم رابطه أسفل الفيديو. هذا البرنامج أفضل برنامج لتصوير الشاشة، وما في عيوب أو أخطاء بنوب للفيديو بيكون. وهذا كان موضوع درسنا اليوم، وبتمنى تكونوا استفدتوا. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم المحترف أبو العبد السوري.